ايه ده بجد، اسعار البصل خلاص نزلت وبقت قربت كده تبقى زي زمان كده، ونفرح ونهيص ونخزن البصل، وكمان هنفرز الطماطم علشان عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير. اسعار البصل النهارده يا جماعه حاجه كده فخر من الاخر. لو مش كده وبس، هنشوف كمان بعد المقاطعه اسعار السمك بقت عامله ازاي، والسمك معانا وصل لحد فين. وما تروحيش في اي حته خالص وكملي الفيديو ده، لان انا لقيت في السوق منفذ بيع القوات المسلحه بتبيع اسعار لحمه جميله جدا. تعالوا النهارده كمان هنعرف اسعار السمنه واسعار الزيت كمان وصلت لحد فين. فبسرعه بسرعه حطي اللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى منك اللايك الجميل وما تروحيش في اي حته. النهارده كمان هوصف لك بالظبط سوق الخميس اللي رحنا امبارح علشان تبقي جاهزه كده وتعرفي الاسعار، وان شاء الله تروحي الخميس الجاي وربنا يحسن ما بين ايديكم. حطي بقى اللايك ويلا ندخل على الفيديو يا حبايبي. احنا كده عند التجنيد اهوت، التجنيد اهوت، واللي جاي من فيصل والهرم هيكون جاي كده، ودوت كده موقف التجنيد. وهنمشي كده على طول كده، هنفضل ماشيين كده. ممكن تاخدي توك توك كده زي ما انتوا شايفين، التكاتك والميكروباصات اهي زي ما انتوا شايفين رايحه وجايه على السوق. فلا اما تاخديها ماشيه زي ما انا ماشيه كده اهوت، لانها هي حته صغيره جدا. فاحنا كده رايحين على السوق. يلا بينا كده نروح السوق ونشوف الدنيا ايه. يلا بينا يلا بينا. وطبعا يا حبايبي احنا كده وصلنا لحد السوق، فيلا نخش كده ونشوف ونسمي الله وصلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. في اول السوق، وتعالوا نشوف الاسعار الدنيا النهارده. يلا بينا يلا بينا. اسعار البصل النهارده 5 جنيه يا جماعه، فحاجه ممتعه. بيعبوه ب5 جنيه زي ما شايفين اهو، وبتنقيه ب7 جنيه ونص. يعني بجد اسعار جامده جدا. اه كمان هنشوف اسعار الطماطم. بكام الطماطم عندك؟ عندي 3 ب 10 ب 6 ونص. انت هتخلص نص 3 ب 10؟ 3 ب 10؟ ما شاء الله جميلة اهي. 3 ب 10 اهي ما شاء الله اهي 3 جنيه ونص الطماطم. 12 ونص كرة تحمير شيبس. وده بتاع البطيخ. بصراحة أنا خدتها منك الأسبوع اللي فات، والله العظيم بجد يعني تحفة بجد. ما بنجيبش الا تحمير بجد والله ما شاء الله جميلة جدا فعلا. 7 ونص ب 12 ونص. 12 ونص بس للتحمير. 7 ونص. والبصل بكام عندك؟ 7 ونص. 7 ونص. 7 ونص. لا فعلا والله خدتها منه الأسبوع اللي فات جميلة جدا فعلا والله. 7 ونص ده إيه؟ تعبية ولا؟ بنعبي. بتعبي. بينقي بعد. إيه؟ اللي بينقي ب10. ماشي. بكام البطيخة عندك؟ 75 الواحدة يا جماعة. 12 ونص يا باشا بعناع. تحت إشراف وزارة الصحة والتموين والطب البيطري، موجودة الآن في المنطقة. يوجد لحمة بلدي فتح اليوم، يوجد لحمة بلدي ولحمة جاموس ولحمة كيلو وفتح. كام اللحمة عندك؟ 280. 280. والفراخ عندك بكام؟ الاثنين؟ دول قد ايه وزنهم؟ يوجد جميع انواع اللحوم وجميع انواع الطيور. الاثنين؟ بأسعار مدعمة ضد الغلاء. يوجد فرختين عرض 2 كيلو بسعر 150 جنيه. كم منبار بكام؟ بسعر 180 جنيه. 75 الطبيعي. الطبيعين ب75. ويوجد عسل ابيض مواد الترسيم بسعر والزبدة؟ 60 جنيه كيلو. وزبدة بقى بسعر 75 جنيه. 70؟ لا من هنا. مزارع والسجق عندك بكام؟ 75. 75 هو ده العادي الشرقي. 30 كيلو عامل 200. تمام. ودوت بط. كيلو عامل 125 بسكوت. والكوارع عندك بكام؟ من اول
تمام. 60 جنيه. الله يديك الصحة. والكبده بكام؟ عربية تحيا الكبده بكام؟ موجودة عندي نوع مستورد، عندي نوع البلدي مستورد أول 120. وانت بتيجي هنا كل خميس ولا ده صدفه؟ خميس وهنعمل اللهم صل على النبي. شفت انت محمود عمر؟ احنا هنفتح مركز هناك. تفتحوا ايه؟ منفذ هناك؟ لحمة بلدي داخل اليوم، يوجد لحمة بقري ولحمة جاموس ولحمة كله مسفي، لحمة موزة زي ما سمعنا كده يا جماعه، عربيه تحيا مصر موجوده اهي، واسعار اللحمه اهي زي ما انتم شفتوا. انا لقيتها بالصدفه وزي ما سمعنا مع بعض. تعالوا كده كمان هنشوف اسعار الزيت. دي بكام؟ ب60. طبعا هي نزلت عن الاسبوع اللي فات، لان الاسبوع اللي فات كانت ب65 صح كده؟ قول لي بقى اسعار العدس ده الاصفر ب55 والجبه ب50. 50. انت مخلص تقريبا كده تشطيب. انتوا بتقعدوا في السوق هنا لحد الساعه كام؟ قبل المغرب كده بساعة، بعد العصر بساعه. تمام. شكرك. ايه؟ التمن ب30 والكمون التمن ب40 والبابريكا التمن ب15. والكزبره التمن ب10 والفلفل والشطه بالتمن ب15. الشطه السوداني ودي ب10 ازازه ب10. وزي ما سمعنا كده يا جماعه، انا جيت النهارده متاخره، متعمده ان انا اجي متاخره عشان تشوفوا السوق عامل ايه. وانا دلوقتي الساعه 2 الظهر. تعالوا كده بقى، السوق شغال اهو، بيقعد لحد يعني بعد يعني قبل المغرب بساعه بيكونوا شطبوا يعني. فبصوا ما شاء الله السوق زحمه زي ما احنا شايفين، واحنا الساعه 2 الظهر النهارده. ما رضيتش اجي بدري وقلت اجي لكم متاخر عشان نشوف الاسعار بتبقى عامله ايه، لان طبعا الصبح ممكن تبقى الاسعار يعني ايه شاده شويه عن اخر النهار. اخر النهار بقى بيبقوا عايزين ايه يمشوا يعني. زي ما احنا شايفين يعني البصل من 5 جنيه ل7.5 يعني. الحمد لله طبعا البصل نزل كتير كتير جدا يعني. والطماطم كانت غاليه الايام اللي فاتت، والاسبوع اللي فات كانت ب10، الاسبوع ده ب5 جنيه. في كل حته ب5 جنيه و3 كيلو ب10 كمان. احنا برضو داخلين اهو على نشوف الاسعار النهارده عامله ايه. ترمس وحمص، فول بلدي وفول مدشوش 65. يلا يا زباين، زيت حلوه وهنادي نجيب 60 لتر و3 لتر. ماشي يا باشا. وبقسماط ناعم. هي دي قد ايه؟ وفطار عادي وحار. دي 800. جميع انواع البسكوتات والحلويات. 900 ولا لتر؟ توابل الخام، وخلي بالك من التوابل الخام، وملح وخل وسكر وسمنه روابي وكريستال وغنى كام السكر؟ 38. الرز ده بكام؟ 26. ده كيلو 900 جرام. ده 900 مكتوب عليه كيلو. اكلك من هنا بكام ده؟ 27. اكلي بكام؟ رخص. طب اكل من هنا 5. الرز بكام السايب؟ الرز السايب ب 27 جنيه. 27. المكرونه بتقول ب 20؟ ب 22. اكل طيب زل من هنا. ده 20 جنيه. جميع انواع المكرونات ولا فيه؟ بشعريه بلسان عصفور بكله. الفاصوليا ب 80 طبعا. كيس المكرونه ده بكام؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه الاصيل. ده قد ايه ده؟ ده زميلي ده 400. 300 300 يا جماعه. عنده كل حاجه ما شاء الله. قولي بقى اسعار السمنات عندك هنا. عجب دي كيلو ونص
ده كيلو ونص عامل 140 جنيه. 140. الروابي 80. دي ب 80. دي ب 80. ودي ب 80. وده 160. 160. يلا يا بالنسبة دي كان ب 180 احنا عاملين عرض يعني خلينا 160. لتر وثلاثة دي كيلو ونص. دي كيلو ونص. ودي 160 بقى. 160. عادي وحار. دي جميع انواع دي كيلو ونص. البقسماط والحلويات والتوابل الخام. خلي بالك من التوابل الخام. ملح وخل وسكر. الروابي والزيتون. وزي ما قلت لكم قبل كده الاسبوع اللي فات ان السوق مليان من الحاجات، تقدروا تجيبوا اللي انتوا عايزينه زي ما انا قلت لكم كده في جميع كل حاجه. يعني هتنزلي السوق ده هتلم من ادوات منزليه لمنظفات لفاكهه، واسعار الفاكهه ما شاء الله قدامي اناناس ب 10 جنيه اهوت، ب 10 جنيه ده ما شاء الله جميل جدا. عاملين ايه؟ هو 10 جنيه بنعبيه. ب 10 جنيه بتعبيه؟ والكبير ده بكام؟ بتنقي اللي انت عايزاه ب 12. بتنقي اللي انا عايزاه ب 12. حاجات ده الزعتر. الخيار ما تقلقيش. ده بكام؟ حاجة غلط. مش عارف. 12. ب 12؟ ده ب 12 اهو. وده كيلو وربع ب 10 قلت لي. بصوا يا جماعة، طبعا السمك في السوق امبارح كان عامل كام؟ كان في كذا حد بيبيع بكذا سعر زي ما احنا عارفين، بس هو السعر المتداول ده كان السمك البلدي البلطي كان عامل 65 والمزارع كان عامل 70. طبعا اتفرج على فيديوهات الاسبوع اللي فات كان البلطي عامل 75 و85، يعني هو نزل كده من 20 ل 15 جنيه. طبعا لان طبعا هم لسه بادئين المقاطعه بقالنا يومين، فيعني ان شاء الله باذن الله على الاسبوع الجاي يكون نزل اكتر كمان، علشان كمان هيكون في موسم شم النسيم، فهنشوف الاسعار بعد كده عامله كام. كمان البوري يا جماعه كان عامل من 70 جنيه والكبير شويه كان عامل 120. طبعا البوري كان بيعمل 200 جنيه الاسبوعين الايام اللي فاتت، كان الاقل بوري كان بيعمل 200 جنيه فنزل ل 120 جنيه. فطبعا لما ننزل بالاسعار اكيد ان هي مش هتنزل مره واحده، فدي اسعار. كمان الجمبري كان عامل من 280 جنيه ل 320 جنيه. وكمان كان في ايه تاني؟ كان في كمان السردين كان عامل في حدود 70 جنيه و75 جنيه. فباذن الله ان شاء الله اكتبوا لي كده في الكومنتات لو عايزين نروح الاسبوع الجاي، نروح كده ونصور ونشوف الدنيا هيكون ايه. وده هيكون اخر خميس وبعديها هيكون شم النسيم. فحطي اللايك الجميل بتاعك، ويا ريتك تكوني وصلت معايا لحد هنا وتكوني مشتركه في القناه علشان يوصلك مني كل جديد. يا ست الكل بشكر الناس الحلوه اللي بتكتب لي كومنتات جميله، بجد انتوا نعمه في حياتي، ربنا يجعلكم نعمه في حياتي. وبكده يكون خلص معايا الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد على خير وان شاء الله بتخفيضات احسن باذن الله. فاللايك والشير والسبسكرايب، اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.